بيبتدي الفيلم مع جين وجون وبيكونوا عند اخصائي علاقات زوجيه علشان الدنيا معاهم بقت صعبه الايام الاخيره، وبعد ما كانوا بيحبوا بعض مشاكلهم بتزيد، وبيقول لهم الدكتور انا عايزكم تتكلموا براحتكم من غير ما تخبوا عليا حاجه علشان دي حاجه هتساعدني احل بيها كل المشاكل الموجوده. وبيبدا الاسئله وبيسالهم الدكتور 1 من 10 تفتكروا انتوا مبسوطين قد ايه في علاقتكم دي، وبترد جين وتقول له 8 من 10، وبيفضل جون يقول كلام غريب لحد ما الدكتور يقول له خلاص مش مهم لسه في اسئله تانية. وتاني سؤال بيكون انتوا متجوزين بقالكم كام سنه علشان يقول له جون من 5 سنين، وبتتضايقوا منه جين جدا عشان هما متجوزين بقالهم 6 سنين، لكن جون بيكون ناسي. ولما الدنيا بتتوتر الدكتور بيحاول ان هو يلطف الجو وبيقول لهم خلاص مش مهم، وبيقترح عليهم ان هم يحكوا ازاي يعرفوا بعض. وبنرجع معاهم 6 سنين لورا في بيجوتا واللي بتكون مدينه في كولومبيا، لما كان واقف جون لوحده في بار علشان يشرب حاجه، وبتدخل الشرطه تفتش المكان وتفضل تدور على شخص في المكان. ولما بيسال جون ايه اللي بيحصل بيقول له شغال في البار انهم بيدوروا على واحد ضرب نار واستخبى منهم ومش عارفين يوصلوا له. ولما بتشوف الشرطه جون واقف لوحده وشكله غريب عن المكان، بيروح له الضابط يقول له انت مين وبتعمل ايه هنا لوحدك، وبيعرف جون ان في مشكله علشان يحط ايده على المسدس اللي في ظهره، وبيحاول انه يستعد. بس قبل ما يعمل اي حاجه بتدخل جين البار، واول ما تشوفها الشرطه بتسالها هي لوحدها ولا لا، وبيروح جون يقول لهم مالكمش دعوه بيها دي معايا، وياخدها ويدخل بيها على الاوضه، وبيقضي الاثنين الليله مع بعض. وبتصحى جين تاني يوم وتلاقي جون جايب لها الفطار ويقول لها انا لقيت كل اللي في الفندق مش عايزين يساعدونا فقلت اتصرف انا بنفسي. وبينزل الاثنين بعدها علشان يتمشوا شويه لحد ما بيلاقي جون لعبه نشان، وبيقول لجين جربي انت الاول، ولما بتضرب مش بتجيب اي حاجه علشان يقول لها استني هضرب انا، ومش بيضيع جون ولا واحده. بيقول لها انا كده المفروض يبقى ليا جايزه، فبتقول له طيب انا عايز اجرب تاني تاخد السلاح علشان تجيب كل الطلقات. ولما جون بيستغرب بتقول له ان ده حظ مبتدئين مش اكتر. وبيروح جون تاني يوم علشان يتدرب في الحلبه شويه ويقول لصاحبه ايدي انا عرفت واحده وهتجوزها، وعلى طول صاحبه بيقول له ان ده جنان، وبيقول له استنى شويه لما تتعرفوا على بعض. ولكن بيقول له جون انا خلاص اتقدمت لها ووافقت. وبتكون جين في نفس الوقت تتسلق جبل مع صاحبتها تحكي لها عن اللي حصل، وبعدها بيتجوز جون وجين. وبنرجع للوقت الحالي والاتنين مش طايقين بعض، وجين بتقول لجون ما ايه رايك نروح لدكتور علشان يحل المشكله، وبتتفق معاه انه يرجع البيت على العشاء. وفعلا بيرجع جون وبتفضل جين تقول له ايه رايك في الستاير الجديده اللي جبتها، ولان جون بيحب جبر الخواطر بيقول لهم ان شكلهم وحش جدا ومش عاجبينه. ويطلع بعدها جون في الشتاء علشان يظبط الجنينه اللي بره، وبيرجع يسال جين ويقول لها الميعاد الجاي للدكتور امتى. وتاني مره بيروح للدكتور واللي بيستغرب ويقول له انت المره دي لوحدك اشمعنى، ويقول له جون مش هتفرق، المشكله دلوقتي ان بعامل مراتي حلو وعايزه تبقى مبسوطه، بس في حاجه بيننا غلط وانا مش عارف ايه هي. ولما بيرجع جون البيت بيلاقي جين مشغوله وبتتكلم في التليفون وهي بتضحك، وبيشك فيها ويدخل وراها وهي مش حاسه لحد ما بتحس انه موجود، وبتقول له ان هي هتخرج علشان في حاجه مهمه ولازم تعملها في الشغل، وبتكون مفهماه انها شغاله في البورصه. وبيستناها جون تنزل علشان يلبس هو كمان، وبينزل ياخد تاكسي علشان يروح فندق في صاله قمار. وبتوصل جين للفندق التاني علشان تقول لهم ان هي جايه لواحد، وبتقول لهم على رقم الاوضه، وبتدخل تستناه شويه لحد ما يطلع علشان يقول لها انه جاهز وانت كمان اجهزي. ولما بيدخل جون الفندق بيفضل يشرب لحد ما يمشي، وبيلاقي اوضه مكتوب عليها للعاملين فقط، وبيفتح الباب وبيلاقي 3 قاعدين بيلعبوا بوكر، وبيقول لهم انا عايز العب معاكم بس بيقولوا ان احنا مش عايزين حد معانا ولو ما طلعتش من هنا هنزعلك. وبيوريه واحد منهم المسدس اللي في جيبه علشان يقول لهم جون انا معايا فلوس، والرابع بتاعكم اللي كاتب اسمه على الكرسي واللي بيكون اسمه لاكي بيكون لسه ما جاش، فانا هلعب مكانه شويه لحد ما يجي. وبيقعد جون على الكرسي وبيبدا يلعب، وفي نص اللعب ولما يكون كله منسجم بيوصل لاكي علشان يقول لهم ايه ده انتوا ازاي لعبتوا من غيري، ومين ده كمان اللي قاعد مكاني وعايز ايه. وبيلف له جون علشان يقول له انا عايزك انت، وبيرمي جون نفسه بالكرسي على الارض علشان يطلع المسدسات اللي معاه وبيقتل كل الموجودين، وعلى طول بيقوم علشان يمشي من المكان. وبتكون جين لسه في الاوضه مع العميل، وبتلف من وراه علشان تكسر رقبته وبتسيبه ميت على الارض، وبتنط من الفندق علشان تنزل تاخد تاكسي، وعلى طول بتمشي من المكان. وبتقابل جون بعدها واللي بيروحوا زياره لجيرانهم اللي عاملين حفله، وبتقول لها واحده هناك ان انت ممكن تشيلي ابني لحد ما ارجع. وبتشيله جين وبتبص لجون واللي بيفهم ان هي هتتكلم في موضوع الاطفال لما يروحوا. وبيرجع الاثنين البيت وقبل ما يناموا بيرن التليفون كل واحد فيهم وبيردوا، وبعد ما بيقفلوا بتقول له جين ان ده كان ابويا وحاسه انه تعبان واني بكره شكلي هزوره. ولما تساله انت كنت بتكلم مين بيقول لها ده في مشاكل في مكتب اطلانتا ولازم اسافر بكره. وبيصحى الاثنين تاني يوم علشان ينزل جون ويروح المخزن واللي بيكون حاطط فيه كل الاسلحه بتاعته، وبرضه بتطلع جين كل اسلحتها اللي مخبيها في المطبخ علشان تستعد المهمه اللي بعدها. وبيوصل جون المكتب علشان يقول لهم انا هشتغل على مشكله مكتب اطلانتا، وبيسلم على صاحبه ايدي واللي بيقول له انا عازمك على يوم عندي، وبيقول له ان ده هيبقى يوم بتاعنا احنا بس كرجاله وانت كمان ما تجيبش جين معاك. وبيدخل جون المكتب وبيقفله عليه علشان يطلع الكمبيوتر قدامه، وبيشوف المهمه الجديده اللي المفروض يعملها، وبيعرف ان المقصود المره دي هيكون مجرم خطير واسمه دانز. وبيشوف في الملف ان دانز مقبوض عليه وهيترحل على حدود المكسيك،
وهي دي الفرصه الوحيده ليه علشان يتقبض عليه. وبيقول لهم جون تمام انا جاهز واعتبروا ان دانز ده معاكم. وبتوصل جين برضه لمكان شغلها علشان تخش تستلم مهمتها الجديده، وبتشوف ان المفروض تقتله هو دانز برضه عشان يبقى هما الاثنين هيشتغلوا في نفس المهمه. وبتقول لهم جين ان اهم حاجه هي محتاجاها هي خريطه ومسح حراره، وبعد كده سيبوا الباقي عليا وانا هقبض عليه. وبتروح جين في المكان اللي هتبقى فيه نقطه ضعف الرحله علشان تحط كل الاجهزه، وبتفضل قاعده وتراب ومستنيه عربيه الترحيلات انها توصل. وبيوصل في الوقت ده جين وهو راكب عربيه وعمال يلف بيها لحد ما بينزل منها وهو لابس شورت وكاب. ولما بتشوفوا جين بتفكروا ان واحد عادي كان تايه في الصحراء، بس بتقرب العربيات ولما بترجع تبص على جون تاني بتلاقيه طلع صاروخ وهيضرب بيها العربيات علشان تطلع سلاحها وتضرب بيه، بس بيبقى جون لابس واقي رصاص وبيطلع صاروخ علشان يضرب تاني على المكان اللي فيه جين. ولما بتشوف عربيات الترحيلات اللي بيحصل بيغيروا الخطه وترجع العربيات تاني، وبتطلع جين علشان تهرب من المكان اللي هي فيه. وبيروح جون يلاقي لابتوب محروق في المكان اللي كانت فيه جين علشان ياخده معاه وبيرجع، وبيودي جون اللابتوب لواحده علشان تعرف ده بتاع مين. بتفضل تحاول انها تجيب منه اي معلومات لحد ما تقول انا ممكن اعرفك اللاب ده طلع منين، وبتقدر تعرف العنوان وبتقول له جون على المكان. ولما بيروح جون المكان ده وهو متنكر وبيبص على الاسم المكتوب بيعرف ان الشركه دي هي اللي مراته شغاله فيها، وبيفهم ان جين هي اللي كانت ورا الموضوع. وبتقعد جين بعد ما رجعت من المهمه علشان ترجع الشريط اللي اتصور هناك، وبتفضل تكبر الصوره وهي عايزه تعرف ده مين علشان تقتله. وبيرجع جون بالليل وبيكون مرعوب وخايف مراته تشوفه لحد ما بيلاقيها محضره العشاء وبتقول له يلا علشان اكيد انت جعان. وبيخبي جون سكينه في جيبه احتياطي علشان جين لو هجمت عليه، وبيقعد يقطع هو اللحمه. ولما يلاقي جين مصمم انه يقعد ياكل بيفضل قاعد وهو خايف، وهي كمان خايفه بعد ما عرفت ان جون هو اللي كان عايز يقتل دان وانه كمان ضرب عليها صاروخ. ولما بيدوق جون الاكل بيقول لها شكلك حاططي حاجه جديده النهارده على الاكل. وبيفضل الاثنين كل واحد مستني التاني يبدا ضرب بس محدش بيتحرك فيهم. وبيقوم جون علشان يقول لها انا عارف ان انت محتاجه ويسكي ويحط لها شويه، بس مش بترضى جين ان هي تشربه علشان يوقع جون الازازه على الارض ويطلع يجري جري على الاوضه. وبيحاول بسرعه ان هو يطلع المسدس، ولما بيطلع بيلاقي جين اخذت العربيه وهربت، وعلى طول بيطلع يجري وراها وبيفضل يضرب نار على العربيه لحد ما بتخبطه جين علشان يقع على سقف العربيه. وبيفضل جون يخبط على العربيه لحد ما بيعرف انه يدخل يقعد فيها تاني. وبتجري جين باقصى سرعه وبتنط من العربيه وبتسيبه هو اللي يخبط بيها. وبيقوم بعدها جون علشان يروح لصاحبه ايدي وبيقول له انت تعرف ان مراتي كانت عايزه تقتلني بعد كل السنين دي كلها. وبيقول له ايدي هم كده كلهم في الاول يفضل الموضوع ماشي حب وبعد كده الموضوع بيتغير. وبترجع جين للمكتب بتاعها علشان تقول لهم ان اللي كان عايز يقتل دانز هو جوزها، مش بس كده لا كمان ده حاول يقتلها. وبتقول لهم ان احنا لازم نسبقه ونروح ونفتش الشقه علشان نحاول اننا نطلع باي معلومات. وبتاخد كل اللي شغاله معاهم علشان يفتشوا الشقه وبيقلبوا كل حاجه فيها لحد ما يشغلوا فيديو جوازهم بالغلط. وبتقف جين تتفرج عليه شويه لحد ما بتقفله وبتطلع من الشقه وبتمشي. وبعد ما بيزهق جون من القعده مع ايدي بيقول له انا هاخد السلاح منك، وبيعرف ان هو محتاجه وهرجعه تاني لما اخلص. وبيرجع البيت علشان يلاقي كل حاجه مقلوبه. لما بينزل المخزن بتاعه مش بيلاقي اي اثر للاسلحه بتاعته علشان يعرف ان جين اخدت كل حاجه. وبتقعد جين تقول للي شغالين معاها احنا دلوقتي لازم نعرف هو فين وبيعمل ايه، وبعدها لازم اقتله علشان ابقى خلصت مهمتي. وفي نص الكلام بتقول لها واحده انا عرفت هو فين، هو دلوقتي بيكون في المبنى اللي احنا فيه دلوقتي وزمانه طالع على السلم. وبيتصل بيها جون وبيقول لها انت عارفه اني هدخل دلوقتي وكمان هفجر المبنى باللي فيه علشان تقول لهم جين ان احنا لازم نهرب بسرعه. ولما بيوصل جون للدور اللي هم قاعدين فيه بيكونوا هربوا، وجون بيشوف جين وهي بتنط بس مش بيرضى ان هو يضرب عليها النار. ولما تعدي جين الناحيه الثانيه بتقول له انا كنت عارفه انك جبان. وبيفضلوا الاثنين يشتموا بعض لحد ما بتهرب. وبيرجع جون علشان يحاول ياخد اي حاجه تساعده انه يعرف يوصلها تاني علشان يحاول انه يقتلها. وبيرجع جون يحكي لايد اللي حصل علشان يتريق عليه وبيقول له يعني انت كنت قادر تقتلها وترددت؟ عايز اقول لك انها لو جالها فرصتك دي كان زمانها قتلتك من زمان. بس بيقول له جون سيبني اركز انا دلوقتي علشان اعرف اطلع اي معلومات من اللي معايا. وبيفضل يقلب جون لحد ما بيلاقي حته ازاز صغيره عليها اللوجو علشان يقول له بس كده انا لقيت طرف الخيط. وبيروح جون تاني يوم للمكان اللي عليه نفس اللوجو علشان يقول لهم انا جاي تبع شركه سماسره ولازم ابص على المكان. بياخد الاسانسير علشان يطلع بيه، ولما بيدخل الاسانسير بيتصل بجين وبيقول لها ايه رايك انا سبتك تهربي المره اللي فاتت بس علشان ما بقتش قتلتك من غير ما احذرك. وبتشغل جين الكاميرات علشان تقول له تفتكر انا مش هعرف اقتلك دلوقتي؟ وبيقول لها جون لا مش هتعرفي، وانا اعرف اماكن كل المتفجرات اللي انت حطاها هنا علشان تقول له جين انا هعد من 1 ل5 ولو ما طلعتش من عندك انا هفجر المكان. وبتعد لحد 5 وبعدها بتقول له مع السلامه. ولما بتقول له كده اللي شغالين معاها بيفجروا الاسانسير
الاسانسير. بس جين بتقول لهم مين اللي عمل كده، انا كنت بهدده بس. وبتجري على المكان علشان تشوف ايه اللي حصل، وبتلاقي ان الاسانسير انفجر ووقع على الارض. وبيكون جون قاعد في اسانسير تاني وبياخد الكاميرا وبيمشي بعد ما عرف انها مش بتهزر وهتقتله بجد. وبتروح جين تقعد في بار وهي بتعيط لحد ما بيدخل عليها جون وبيقول لها خليكي فاكره ان انت حاولتي تقتليني. وبيقوم الاتنين يرقصوا مع بعض لحد ما بتسيب جين وبتهرب. ولما بيجري وراها بيعرف انها حطت قنبله في الجاكيت بتاعه علشان يرميه في الصندوق وياخد عربيه ويطلع وراها. وبتصل بيها جون ويقول لها انا هوصل البيت قبلك عشان استناكي، بس بتقول له انا اللي هوصل قبلك. وبيفضل كل واحد يحكي للتاني عن ايه اللي حصل لما شافوا بعض اول مره. بتوصل جين البيت الاول علشان تخبط عربيه جون اللي كان بيحاول يدخل قبلها. وبيفضل جون يستخبى وبيتسحب لحد ما بيكسر ازاز الاوضه وبينط منها. وبيشوف جين وهي ماسكه سلاح وبتدور عليه. وبيفضل جون يمشي لحد ما بيلاقي مكان كان شايف فيه مسدس قديم وبيقدر يطلعه وبيحط كاتم الصوت عشان تبدا المطارده بين الاثنين. وبيفضل كل واحد انه يضرب على الثاني. وبتكون جين معاها سلاح اقوى بكتير من جون، وجون بيفضل يجري منها لحد ما بيتزنق في المطبخ واللي مش بيكون عارف هيروح فين، ولكن بيقطع وسط الغاز وبيستنى اول ما تضرب جين وبينفجر المطبخ وبيطير كل واحد في حته. وبيقوم بعدها الاثنين وبيضربوا بعض من غير سلاح وبيكسروا كل الشقه لحد ما بيمسك كل واحد سلاح تاني وبيحطوه في وش بعض. بس بيقول لها جون انا ما اقدرش اقتلك وبينزل السلاح. وبيقول لها لو انت عايزه تقتليني اضربي انت وانا هستسلم، علشان يحضنوا بعض تاني. وبيرجع الحب اللي كان مات وبيخبط عليهم الجيران علشان يقولوا احنا سمعنا اصوات عاليه علشان كده جايين نساعده. بس بيقول لهم جون ان كل حاجه تمام ومفيش اي حاجه. وبيرجع بعدها جون علشان يفضل يحكي لجين اللي كان بيعمله وكان مخبيه عليها، وكمان بتحكي له هي كمان كل حاجه بتحصل ومخبيه عليه علشان بتوصل العربيه من الناس اللي مشغلينهم علشان يرموا قنبله على المكان. وبيطلع الاثنين بيجروا بسرعه على القبو اللي كان جون عامله واللي كان مخبي فيه ده اسلحته. وبيقف الاثنين مستعدين للي هينزل لهم. بس المفاجاه بتبقى اللي نازل روبوت وشايل قنبله علشان يحاول انه يرميها عليهم. وبيطلع الاثنين جري من المكان، بس بيلاقوا ان المكان كله مليان ناس عايزين يقتلوهم. وقبل ما حد يعمل حاجه بتنفجر القنبله علشان كل اللي بيكون واقف يموت. وبيقول لها جون بسرعه ان احنا لازم ناخد العربيه اللي واقفه دي وبنجري. ولما بيهرب الاثنين بالعربيه بيبص جون في المرايه علشان يلاقي عربيات كتير بتجري وراهم. وبيقول لجين ان انت لازم تطلع وتتصرفي معاهم، بس مش بتعرف جين ان هي تضرب عليهم. وبتقول له جون ان انت المفروض تسوق كويس علشان كده احنا هنموت. بس بيفضل جون يجري وهو مش عارف يسوق، وكل ما تحاول جين ان هي تضرب النار على اللي وراهم ما بتجيش فيهم لحد ما ترجع. وبتقول له بدل معايا، لازم انا اللي اسوق وانت تضرب النار. وبتسوق جين علشان يطلع جون من الشباك ويفضل يضرب نار، بس بيلاقي العربيه اللي وراهم مصفحه علشان يقول لجين ان عايز اعترف لك بحاجه وان انا اتجوزت واحده قبلك بس كنت سكران فما تتحسبش. وبتتنرفز جين لما بتسمع الكلام ده وبتوقف العربيه علشان العربيه اللي وراهم تخبط فيهم. وبيطلع جون من الشباك وبيرمي قنبله عليهم وبيقول لها اجري بسرعه دلوقتي علشان تنفجر العربيه اللي وراهم وبكده يكونوا اتخلصوا منها. وبتفضل جين ان هي تجري بالعربيه لحد ما الباقي يفضل يخبط في بعض وبيتقلب علشان يطلع جون ويقعد جنبها ويقول لها وانت ليه متضايقه اني خبيت عليك الجوازه اللي قبلك؟ ما انت كمان اكيد خبيت عليها حاجات كتير. وبتقول له جين الصراحه عن اهل ميتين واللي جبت يوم فرحنا ده كان ممثل وانا اديت فلوس علشان يعمل كده. وبيقول لها جون لا كده كفايه اسرار علشان هنخسر بعض بالطريقه دي. وبيروح بعدها جون علشان يقعد مع صاحبه ايدي تاني وبيحكي له ان جين كسبت عليه في موضوع ابوها علشان يقول له ايدي انا مش عارف انت مش عايز تقتلها ليه. وبيقول له جون خلي بالك عشان هي واقفه جنبنا. وبيقعد ايدي معاهم وبيقول لهم بصوا انتوا كل واحد فيكم شغال في منظمه بتنافس التاني، وكان كل واحد المفروض يقتل دانز، بس دانز فضل عايش وده معناه ايه؟ فبيسكتوا وبيكمل ايدي كلامه وبيقول لهم ان ده معناه ان شركه كل واحد فيكم عايزه تقتله. ولما بيسمع جون الكلام ده بيقول له خلاص ما تشغلش انت بالك واحنا هنتصرف. وبتروح جين تكلم اللي كانت شغاله معاهم في الشركه وتقول لهم انا عايزه منكم خدمه اخيره علشان عايزه اعرف بالظبط المبنى اللي دانز مخطوف فيه علشان هحاول اروح اطلعه. وبيكون دانز قاعد في زنزانته وعمال يقول للظابط غيروا للقناه علشان القناه دي مش عجباني ومش بيتعامل اصلا على انه في سجن. وفي الوقت ده بتاخد جين كل المعلومات اللي محتاجاها علشان تخطف دانز. تقول لها جون خليك انت قاعده هنا تراقب الوضع وانا ادخل ومعايا الكاميرا علشان تشوف الدنيا جوه وتقولي لي امشي ازاي. وبيتفق معاها ان هو اول ما يدخل قدام الحراس تفصل الكهرباء علشان يعرف يقتل براحته ويهرب دانز. وبيدخل جون في مواسير تحت الانفاق وبتفضل جين ان هي تقول له يتحرك ازاي لحد ما يقول لها ان شكل المخطط اللي معاكي ده مش مظبوط علشان انت بتقولي لي خش شمال وانا عندي مفيش شمال. ولما تقول له جين استناني لحد ما اقول لك تتحرك ازاي بيسيبه منها ويتحرك مع نفسه لحد ما بياخد الاسانسير وبيطلع للدور اللي موجود فيه دانز. ولما بتشوفه جين كده مش بتعرف تفصل الكهرباء امتى وبتفصلها في وقت غلط وبيفضل جون يزعق ويقول لها رجعت الكهرباء تاني بسرعه قبل ما تقتل. وبيقدر جون ان هو يخطف دانز وبياخده معاه وبيرجعه العربيه اللي جيم فيها وبيقول لها افتح الباب بسرعه علشان نحطه ونخلص. وبعد ما بيحطه في العربيه بيطلع يركب جنب جين وبيقول لها ايه الغباء اللي حصل جوه ده وازاي تفصلي الكهرباء في الوقت الغلط. ولكن جين بتقول له انت الغلطان عشان اتحركت قبل ما اقول لك اتحرك وانت عمرك ما كنت بتعرف تشتغل في فريق من اساسه. وبيبص جون وراه علشان يلاقي دانز بص
بص عليهم فبيقول له ما تشغلش بالك بينا انت وخليك في حالك لحد ما نرجع البيت ونتعامل معاه. ولما بيرجع معاه البيت بيربطوا جون في الكرسي وبيقول له بص انا وجيم في بينا مشاكل ومش طايقين نفسنا، فانت احسن لك كده تنجز معانا وتقول لنا تعرفه، ولو مش عايز تقول لنا انا هقول لك كده على الاختيارات اللي عندك. اول حاجه انك ما تتكلمش خالص وساعتها انا هعرف اخليك تتكلم ازاي، وتاني حاجه تقول الحقيقه بسرعه ووقتها هعذبك بس مش كتير. وبيسكته دانز وبيقول له خلاص خلصت انا عايز اشرب حاجه. ولما بتسمع جين الكلمه دي بتقوم من مكانها علشان تضربه وبيقول لها دانز في ورقه في جيبي وانا عايزك تشوفيها. ولما بتطلع جين ورقه بتبص فيها وبتلاقيها صورتهم علشان يقول لهم دانز انتوا كل ده وما فهمتوش. وبنكتشف ان شركه كل واحد فيهم عملت لجنه لما عرفت بجوازكم، وده طبعا بيكون حاجه غلط على الشغل، وادت كل واحد فيكم نفس الهدف علشان تقتلوا بعض، وانا كنت بس الطعم مش اكتر، وعشان كده الشركات قالت انكم هتخطفوني مش تقتلوني. وبيفتشوا دانز علشان يلاقي ان حزامه فيه جهاز تعقب كده. الشركه عرفت مكانهم وبيقول لجين قدامنا دقيقتين بس ويكونوا هنا. وبيهرب الاثنين لمكان تحت الارض علشان تقول له جين انا لما اطلع من هنا ههرب على قارب مستنيني. وبيقول لها جون لا مفيش الكلام ده انا اللي ههرب على قارب مستنيني. وبيروحوا الاثنين لمكان بيبيع هدوم علشان يلبس كل واحد فيهم بدله، وبيفضلوا مستخبيين في سوبر ماركت، وكل ما يدخل عليهم واحد بيقتلوه من غير ما يعملوا صوت. وبترمي جين سكاكين عليهم من بعيد ولحد ما بتيجي واحده في رجل جون، وبيحاول الاثنين ان هم يمشوا بالراحه لحد ما بيخبط جون في علبه محطوطه على جنب علشان يسمعهم كل الموجودين، وبيبدا ضرب النار. وبيتفق جون معاها ان كل واحد يامن جزء علشان يطلع الاثنين ويفضلوا يضربوا النار وهم عاملين يجروا لحد ما واقي الرصاص اللي هم لابسينه بيتقطع علشان يقول لها جون دلوقتي ان احنا لازم نطلع ونعرفهم احنا مين. وبيطلع الاتنين جنب بعض علشان يقتلوا كل الموجودين، وبيقول لها جون ان احنا لازم نفضل مكملين مع بعض علشان توافق هي كمان على الفكره. وبيروح بعدها الاتنين عند نفس الدكتور وبيقول له جون اسالني اي سؤال عن علاقتنا وانا هقول لك انها احسن حاجه وهديها تقييم رقم 10 طالما ان ده اعلى تقييم. وبيبص لجين وهو بيضحك وهم الاتنين مبسوطين. وبس كده بيخلص فيلمنا، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ولكن اللي بتمنى ان هو ما يخلصش هو دعمكم لينا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان تشوفوا كل فيديو جديد، واستنونا في افلام كتير جايه، والسلام عليكم.